السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشمهندسين تانية إعدادي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة بإذن الله مقرصة المعاصر هنحل مع بعض النموذج الأول اللي هو محافظة القاهرة جبر إن شاء الله. اتفقت معاكم يا شباب إن إحنا هنبدأ مراجعة، هناخد 3 دروس ب3 دروس أو وحدة تبع درجة السهولة بتاعتها، واتفقنا إن هيكون في يوم مراجعة ويوم حل محافظات إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله يوم حل المحافظات. يلا نسمي الله. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا باشمهندسين. السؤال الأول بيقول مكعب حجمه 125 سنتيمتر مكعب، مساحة أحد أوجهه تساوي كام؟ طبعا يا شباب في ناس كانت حافظة وبتتلخبط ما بين عايز وجه أو المساحة الجانبية، وليكن إن ده المكعب. هو يعني إيه مكعب يا أستاذ؟ مكعب يعني ده كان عبارة عن أوجه مربعات، يعني الأضلاع كلها متساوية. تمام. لما يكون الضلع ده قد 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 ده، والراجل قال أنا عايز مساحة أحد أوجهه. أحد أوجهه يا أستاذ يعني عاوز وجه واحد جنب واحد. تمام. انت مديني حجمه. طب الحجم للمكعب ايه؟ حجم اي حاجة في الدنيا يا استاذ الطول في العرض في الارتفاع، هما كانوا زي بعض، يبقى لام تكعيب ب125 ومنها اللام ب5. كده انا عرفت ان طول الحرف ب5. طب الوجه الواحد، خلي بالك عشان هو عاوز احد اوجهه وجه واحد. مساحة الوجه يا أستاذ اللي هو المربع طول الضلع في نفسه، 5 في 5 ب25 سنتيمتر مربع. يا رب تكون واضحة معاك. أوجد ميل المستقيم المر بالنقطتين. كان قانون الميل إيه يا شباب؟ الميل يا أستاذ كان قانونه فرق الصادات على فرق السينات. طب كان ليه كم ناتج يعلى؟ كان لنا 4 نواتج يا أستاذ. ممكن يكون بالموجب وده معناه عامل زاوية حادة، ممكن يكون بالسالب وده معناه عامل زاوية منفرجة، ممكن يكون بصفر وبنسميها يا أستاذ مستقيم بيوازي محور السينات أو الميل الأفقي. كان ممكن يكون غير معروف، كنا بنسميه المستقيم اللي بيوازي محور الصادات أو الميل الرأسي. استذكر. فأنا جيت هنا يا أستاذ قلت له الميل اطرح الصادات من بعض يا عم أحمد، 8 ناقص 4 على 3 ناقص السالب 1 طلع بكام؟ 8 ناقص 4 4 يا أستاذ على 4 فيها الواحد يا أستاذ. برافو عليك. الواحد ده موجب عامل زاوية حادة يا أستاذ لأنه بالموجب. طب تعالى للسؤال اللي بعده. جذر الأربعة كام؟ ده جذر تربيعي ب2 يا أستاذ. في هنا واحد عنده لخبطة شوية، يقول يا أستاذ إيه؟ هحط 2 ولا هحط موجب أو سالب 2؟ لا هنحط 2. طب ليه يا أستاذ هنحط 2؟ ليه ما حطناش موجب أو سالب؟ الحتة دي هبلاني شوية. بص، عدد أس 2 طلع ب4. عدد أس 2 طلعته ب4. طب ما العدد ده يا أستاذ ممكن يكون 2 وممكن يكون سالب 2، لأن سالب 2 لو ربعتها هتطلع ب4، و2 لو ربعتها هتطلع برضه ب4. فهنا يا باشمهندس لما كنا بنيجي نشيل الأس بنحط موجب أو سالب، يبقى موجب أو سالب 2. يبقى امتى بحط موجب أو سالب 2؟ لو كان المسألة دي بتساوي مجهول عليه أس 2. ماشي. الجذر التكعيبي بيتحسب عادي. الجذر التكعيبي لل8 ده بسالب 2 يا أستاذ. ليه يا أستاذ؟ الجذر التكعيبي اتفقت معاك إن أنا بكتب الأعداد عادي خالص، عايز أجيب الجذر التكعيبي 1 في 1 في 1 يعني مضروب في نفسه 3 مرات، مكعب كامل يعني 2 في 2 في 2 ب8، 3 في 3 في 3 ب27، 4 في 4 في 4 ب64. بنسمي الأعداد اللي جوه دي مكعب كامل. لو كان جوه سالب بيتحسب عادي. هنا يا أستاذ سالب في سالب بموجب 2 و2 4. ماشي. بيقول لك يا هندسة السؤال ده اهو الناس اللي بتفكروا متباينة. هنا بيقول لك جذر 39 محصور ما بين كام وكام؟ ركز. جذر 39 محصور ما بين كام وكام؟ فانت كل اللي على حضرتك بتقوم جاي كاتب الاعداد. 1 2 3 4 5 6 7 8 يا استاذ وهكذا.
ده كان جذر تربيع الواحد، ده 4. 3 في 3 ب9، 4 في 4 ب16، 5 في 5 ب25، 6 في 6 ب36، 7 في 7 ب49 وهكذا. فبصيت لقيته عايز يا أستاذ إيه؟ جذر 39. مش هنا كده جذر 39؟ أيوة، ما بين كام وكام؟ ما بين 6 و7 بس. خلاص، يبقى هنا 6 وهنا 7. السينات ب6، هنا س اللي هي 6 زائد 1، يبقى الس تطلع يا أستاذ ب6. طيب لو معاك 3 نقط على استقامة واحدة، قلت له يا أستاذ يبقى الميل متساوي، يبقى أنا أجي أجيب الميل للألف ب يطلع نفسه الميل للألف ج أو الميل للب ج، زي ما أنت عاوز تكتب اكتب يا هندسة، المهم إن الأميال بتكون متساوية. طب يا أستاذ السؤال الثاني بيقول لي في كرة طول نص قطرها 3، حجمها إيه؟ قلت له يا أستاذ إحنا هنا محتاجين الحفظ بقى. حجم الكرة 4/3 باي نق تكعيب. 4/3 في باي اللي هي ب22/7 لو حطت قيمتها، في نق تكعيب. قال لي طول نص قطرها 3 يبقى هنا 27 على 3 فيها 9، على 4 في 9 ب36 باي يا أستاذ، يبقى الناتج 36 باي سنتيمتر مكعب. الوسيط للقيم دي إيه؟ افتكر الوسيط ده يا أستاذ بقى ليه عندي حاجتين أو حالتين. هل هو مديهولي قيم ولا مديهولي جداول؟ لا، مديهولك هنا قيم. خلاص، الوسيط يا أستاذ كنا بنرتب ونجيب اللي في النص. طب ما كان بيقابلك مشكلة تانية، تيجي تجيب اللي في النص ما تلاقيش حاجة في النص. قال لك في حالة إنك تيجي ترتب بعد ما رتبت ما لقيتش حاجة في النص، روح خد الرقمين ده همت واجمعهم واقسمهم على 2. إذا كان ترتيب الوسيط زوجي اجمعهم واقسمهم على 2 يا هندسة. ماشي يا أستاذ، يبقى الوسيط للقيم رتبنا وأخدنا اللي في النص يا أستاذ. طيب فترة تقاطع مجموعة، إيه هو الفرق ما بين الفترة والمجموعة؟ الفترة يا أستاذ بتاخد كل الأرقام اللي ما بينهم، إنما المجموعة بتاخد الأرقام لوحدها. مثال، ليه بنسمي المدرسة فترة والدرس مجموعة؟ لما بتروح دروس بتقول الدرس مجموعة. الدرس مجموعة يا أستاذ لأن مش كل الطلبة اللي في المدرسة بتروح عند الأستاذ ده في الدرس، صح؟ فبنسميها مجموعة. إنما المدرسة بنسمي الحصة هناك فترة لأنها يا أستاذ واخدة كل الطلبة. يبقى هنا يا أستاذ من 3 ل 8 واخد كل الأعداد اللي هي 3 و4 و5 و6 و7 واللي ما بينهم لحد 8، بس 8 كانت غياب في اليوم ده. يعني إيه غياب؟ مفتوحة اهي، يعني الطالب ده غايب النهاردة. تمام يا أستاذ. فهو بيسألك بقى، بيقول لك هل ال3 موجودة هنا وموجودة في المدرسة؟ أيوة يا أستاذ، ما هو التقاطع يكون مشترك ما بينهم. هل ال8 كانت موجودة في المدرسة وموجودة في الدرس؟ لا، هي موجودة في الدرس بس ما راحتش المدرسة النهاردة، يبقى هي مش موجودة. يبقى الناتج المجموعة 3. إذا كان الحد الأدنى لمجموعة هو 10 والحد الأعلى لها هو كاف ومركزها 15، كنا بنقول يا أستاذ في طريقين 2 للحل، في طريق قانون وطريق فهم. طريق الفهم بيقول إيه؟ بيقول إن دي الفترة يا أستاذ، دي طولها بنسميه طولها. دي يا أستاذ الحد الأدنى بداية يعني حد أدنى، وهنا نهاية يعني حد أعلى، وده المركز أو يا أستاذ المنتصف. يبقى ده حد أدنى، ده حد أعلى، ده المركز. فالراجل بيقول إن الحد الأدنى كان ب10 والنص كان ب15، يبقى هنا كام؟ قلت له يا أستاذ حضرتك زودت 5، يبقى أنا أقوم مزود كمان 5 على 15، يبقى الناتج يطلع 20 يا أستاذ. وفي ناس تقول لا، أنا كنت بقول المركز بيساوي الأدنى زائد الأعلى على الاتنين، وسطين في طرفين 30 بتساوي 10 زائد كاف، ومنها كاف ب20 يا أستاذ. تمام، برافو عليك.
إذا كان يا باشمهندس الزوج المرتب ده يحقق العلاقة، يعني إيه بيحقق العلاقة؟ يعني دي قيمة س يا أستاذ ودي قيمة ص. طيب بدل السين وحط قيمتها. هو يعني إيه 2 س؟ 2 في س يا أستاذ، ال2 في 2 ب4 زائد 3 بتساوي ك. 4 و3 7 يبقى الكاف ب7. إذا كان المنوال ده يا أستاذ هو القيمة الأكثر تكرارا وشيوعا، بيقول أكتر حاجة اتكررت هي ال7. قلت له يبقى المفروض أ زائد 4 دي تكون ب7 ومنها الألف ب3. 4 زائد كام بتساوي 7. إذا كانت س بتساوي الفترة المغلقة -1 ومفتوحة عند 3، والصاد بتساوي الفترة من 1 ل5. اتفقنا إن الفترة دي المدرسة. -1 كان موجود في المدرسة، إنما ال3 كانت غياب اليوم ده. تمام يا أستاذ. رحنا يا شباب عملنا خط أعداد، والناس بقى تركز بقى قوي. لما بنيجي نعمل خط أعداد يا شباب بكتب الأرقام اللي مكتوبة عليه بس بالترتيب. يعني ما بصش الاقي واحد اقوم عامل لي خط اعداد يحط 0 في النص 1 2 3 4 5 6 وهنا -1 -2. يا لا يا عبيط، هتوه نفسك والله في الفترات. ابسط حاجه تعملها، تعالى الارقام دي بالترتيب -1 1 3 5. ادي -1 وده ال1 وال3 وال5. كتبنا -1 وال1 وال3 وال5 هم اللي هكتبهم على خط الاعداد بس اللي موجودين في المساله، واروح امثلهم. في الاولاني لقيته بيقول من -1 كان كلوزد مقفول لحد يا استاذ ال3 كانت اوبن مفتوحه. ماشي، واخد اللي ما بينهم ولا لا؟ واخده يا استاذ. طب كويس، اظلل اللي ما بينهم كده. معنى ان ظللته يعني انا واخدهم. طب لو كانوا مجموعه يا استاذ، لا بحط بس الدوائر وخلاص والموضوع خلصان. طب تعالى للتاني. أنا عايز يا أستاذ من 1، الواحد كان موجود، أيوة يعني إيه موجود؟ يعني مغلق. لحد يا أستاذ ال5 موجودة؟ لا مش موجودة، افتحها. خلاص، واخد اللي ما بينهم؟ أيوة. ليه خدت اللي ما بينهم؟ لأن دي يا أستاذ فترة. كويس كويس يا هندسة، برافو عليك. بعد كده يا أستاذ بقى هبص على اللي هو عاوزه. لازم تكون عارف كل رمز معناه ايه. الاتحاد من البداية إلى النهاية، يعني من أول رقم لآخر رقم. تمام، يعني هتبقى من كام لكام؟ يبقى س اتحاد ص دي هتبقى من -1 كان مغلق وال5 كانت اوبن مفتوحة. طب أنا عايز الانترسكشن يا أستاذ، التقاطع. قال لك التقاطع المكان اللي لمسوا بعض فيه. هما لمسوا بعض فين؟ الأحمر والأزرق لمسوا بعض فين؟ لمسوا بعض من أول ال1 يا أستاذ هنا كده لحد ال3. تمام، يبقى س تقاطع ص من أول ال1 إلى ال3 مفتوحة. طب ليه يا أستاذ خدناها مفتوحة مع إنها مقفولة تحتها؟ قال لك التقاطع يكون الطالب ده لازم يكون راح المدرسة وراح الدرس، راح الاثنين في نفس اليوم ده. لا يا أستاذ، هو كان راح المدرسة وما راحش الدرس، خلاص فعملنا مفتوح. س فرق ص، ايه اللي موجود في س مش موجود في ص؟ اتفقنا يا شباب بنيجي على اللي بعد الناقص اللي هو الصاد بندري عليه. الصاد كانت من 1 لحد يا أستاذ ال5، فانت هتداري، هتخبي من أول ال1 لحد ال5. ركز، هتشيل اهو، هنشيل، ركز يا باشمهندس، هنشيل من أول ال1 لحد ال5. ال1 هتشيله؟ أيوة يا أستاذ، لأنك أنت بتقول شيل الصادات. طيب الناس بقى بتيجي من أول هنا والتو. يا أستاذ طب إحنا هنكتب بقى -1 بس في مجموعة ولا هنعمل إيه؟ قال لك لا، آخر رقم أنت شلته اللي هو كان 1 لو كان مقفول افتحه، لو كان مقفول افتحه. فتحته يا أستاذ، يبقى الناتج طلع من -1 مغلق لحد ال1 مفتوح. بس كده يا هندسة، ده إجابة السؤال بتاعك. يا رب تكون واضحة معاك. يبقى هنا من -1 لل1 مفتوح. السؤال اللي بعده، أوجد مجموعة حل المتباينة ثم مثلها على خط أعداد.
كان في ناس بتقسم المسألة وناس تحلها مرة واحدة. كانوا يعملوا ايه؟ يجوا يقولوا الرقم ده -1 هضيف 1 لكل الأطراف، يبقى هنا 2 أقل من 2 س أقل من أو تساوي 6. كان في هنا 2 هقسم كل المسألة على 2، يبقى 1 أصغر من س أصغر من 3 بس. هقوم رايح عامل خط إعداد ظريف يا أستاذ. الراجل بيقول خد من أول 1 ل3. 1 مفتوح عشان ما فيش فيه يساوي، لا فيه يساوي يا أستاذ، هنا فيه يساوي، يبقى مقفول، وال3 كمان مقفولة يا أستاذ عشان فيه يساوي. واخد اللي ما بينهم؟ أيوه. ليه؟ لأن دي فترة يا أستاذ، المتباينات بتديني فترة. بس كده؟ بس كده خلاص. إذا كان أ بكذا وب بكذا، قلنا أي مسألة جذور، أي سؤال جذر، أول ما تبص له كده شوف في جذر في المقام ولا لأ، قبل ما تشوفه هو عاوز إيه أصلا. أيوه يا أستاذ في جذر في المقام، خلاص صفيه. يبقى ب بتساوي 4/3 زائد جذر 5. عشان أشيل الجذر من المقام بضرب في حاجة اسمها المرافق، والمرافق ده يا أستاذ بنغير إشارة الجذر، الإشارة اللي قدام الجذر بغيرها. ماشي يا أستاذ. يبقى الناتج هنا لما أجي أضرب اللي فوق في بعض بحطهم جنب بعض كده أهو، وتحت برضو بحطهم جنب بعض. باجي ابص للضرب اللي تحت ده بلاقيه حالة خاصة، اللي هو الضرب بمجرد النظر. لما تلاقي قوس بالموجب وقوس بالسالب زيه تماما، بتعمل ايه؟ بتقوم جاي واخد اللي بالسالب ده ومربع اطرافه. يعني تقول هاخد السالب اللي هو 3 أس 2 ناقص جذر 5 أس 2، بنربع الاطراف ماليش دعوة بالاشارة اللي في النص. يبقى هنا 4 في 3 ناقص جذر 5 على 9 ناقص 5 4 راحت، يبقى الناتج طلع 3 ناقص جذر 5. هل أ وباء مترافقان؟ قلت له أ ب3 زائد جذر 5. لو جيت أجيب المرافق المفروض أغير إشارة النص. هل اتغيرت؟ أيوه. إذا أ وباء مترافقان. يبقى أول حاجة حلناها. أوجد قيمة أ زائد باء أس 2. قلت له يا أستاذ أ زائد باء أس 2. الألف أنا معايا قيمته اللي هي ب3 زائد جذر 5 زائد الباء أنا لسه جايب قيمتها ب3 ناقص جذر 5. لما جيت خدت جذر 5 ناقص جذر 5 راح 3 زائد 3 كده 6 أس 2. 6 أس 2 ب 36. برافو عليك. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اختصر. هحله ازاي ده يا أستاذ؟ بسيطة، كنت بتيجي على ال 12 تشوف هي كام في كام؟ 3 في 4. لازم تكتب رقم يكون لي جذر، وهنا تلت جذر 27 3 في 9. ومن هنا الناس تبدأ تفرق بقى. ايه الفرق ما بين الكسر لما يكون بره ولما يكون جوه؟ لما يكون بره مسألة عادية مفيش فيها مشكلة، لما يكون جوه لا هنا في مشكلة. اعمل ايه؟ بتقوم فاكك الرقم اللي بره وتدخل الرقم اللي يقبل الاسم على 3 بس. يعني انا هدخل ال3 دي، تقوم مدخلها يا باشمهندس مرتين. ال2 فضلت، ال3 هتخش مرتين. ركز يا باشمهندس. ماشي يا استاذ. جذر ال4 2، جذر ال9 3. شوف انا بطلع اللي بيتحسب، ده بيتحسب طلعته، ده بيتحسب طلعته. ناقص 2 جذر ده نبسطه الاول 3 يا استاذ، مفيش حاجه هتطلع من هنا. ال3 دي راحت مع دي، يبقى هنا 1. جذرين زائد جذر ناقص جذرين، جذرين ناقص جذرين راح، اتبقى يا استاذ جذر 3. يبقى الاجابه كلها بجذر 3. اوجد 3 ازواج مرتبه تحقق العلاقه. كنا بنعمل ايه يا شباب؟ كنا بنيجي يا استاذ نقوم كاتبين مكان السين هنحط مره يا استاذ 1 عند س تساوي 1، يبقى الصاد طلعت بتساوي 2 في 1 ب2 زائد 1 3، يبقى اول زوج 1 سينات 3 صادات. لو حطيت يا استاذ السين ب2 يبقى الزوج صاد بتساوي 4 زائد 1
طلع ب5. يبقى الزوج يا أستاذ التاني 2 و5. فاهم يا باشمهندس؟ هنحط 3 عند س تساوي 3. مش شرط يا شباب 1 و2 و3، تحط أي أرقام أنت عاوزها. كده يا أستاذ الاتنين في 3 ب6 زائد 1 ب7. يبقى هنا 3 و7. طب يا باشمهندس، آخر سؤال في الامتحان بيقول لك في الجدول الآتي تعرف تجيب الوسط الحسابي؟ قلت له يا أستاذ، أنا كنت حضرتك بعمل جدول. بكتب إيه في الجدول ده؟ بكتب أول خانة المجموعة، تاني خانة مركز المجموعة، بعد كده يا أستاذ التكرار، بعد كده يا أستاذ المركز في التكرار. بس كده. تعال نفتكر مع بعض. كنت بتكتب المجموعة اللي هي موجودة دي من 5 إلى 15 إلى 25 إلى 35 إلى 45 إلى. المركز اللي هو الحد الأدنى زائد الأعلى على 2. افتكر يا باشمهندس من 5 إلى هي أصلا المفروض بتبقى مكتوبة كده، بس هم عشان الشكل بيبقى معفن فما بيكتبوش الرقم التاني. هو عاوز المركز ما بين 5 و15 اللي في النص. في ناس تقول اللي في النص 10، وناس تقول 5 زائد 15 20 على الاتنين فعلى 10. جبنا أول رقم 10 بس، ده بيزيد كل مرة 10، يبقى تزود هنا 10، يبقى 10 20 30 40 50. التكرارات اللي هي 4 5 6 3 2. اضرب يا باشمهندس. المركز في التكرار 4 في 10 ب40، 5 في 20 ب100، 180 يا أستاذ. ال3 في 4 ب12 120، ال2 في 50 ب100 يا أستاذ. يلا نجمع كده 100 و300 كده 400 400 و100 540. قال لك بقى ايه هو الوسط الحسابي؟ الوسط الحسابي بيساوي مجموع المركز في التكرار على مجموع التكرار. المركز في التكرار 540 على مجموع التكرار 20، شلنا صفر مع صفر، 54 على الاثنين فيها 27. يبقى الناتج يا أستاذ 27. أتمنى يا باشمهندس إن أكون قدرت أفيدك، ونتقابل إن شاء الله مع مراجعة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.